قبل كده الفينو في بيتك؟ النهاردة لو عندك نص كيلو دقيق يلا بينا بقى نعمل بيه كمية فينو حلوة زي دي. وزي ما احنا شايفين الفينو طالع تحفة يا جماعة، بصوا زي ما بوريكم كده طالع سفنج كده وجميل جدا. ويلا بقى حضري مقاديرك وتعالي نعمل العيش الفينو مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني يا احلى متابعين واغلى اخوات. النهارده بصوا المقادير سهله وبسيطه، وزي ما احنا شايفين كده بصوا. معايا نص كيلو من الدقيق، يعني انا عايزاك تجربي في اقل كميه دقيق عشان لو لا قدر الله باظت ما تزعليش عليها. دلوقتي معايا معلقتين من السكر، ونص معلقه من الملح، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقة من الخل. الخل بقى يخليه مش مفتفت كده، وسفنج كده وجميل. تمام كده يا جماعة، بصوا مقادير سهلة جدا اهو. واول كوباية مية هحطها، وهخلي كوباية المية التانية جنبي، ولو احتجتها هحط منها. ودلوقتي انا هعجن العجينة عجن كويس كده جدا، بس واحدة واحدة يا جماعة على المية، عشان انتوا عارفين كل دقيق بياخد مية غير التاني. وعجن فيه كويس، اهم حاجة ان انت تعجني العجينة دي كويس جدا، هي بتحتاج عجن كتير. دلوقتي هزود المية تاني، انا شايفه ان العجين لسه محتاج ميه. وعجينه الفينو دي يا جماعه اقول لكم دلوقتي بيبقى شكلها ايه في الاخر. اهم حاجه شكل العجينه في الاخر وملمسها وقوامها بيبقى ايه، عشان تديكي نتيجه كويسه برضو. مش المهم خدت ميه قد ايه، لا، ما انا ممكن برضو الدقيق ده ياخد مني كوبايه ونص، ممكن دقيقك انت ياخد منك كوبايه وربع. يعني كل دقيق حسب نوع الدقيق اللي معاكي بياخد ميه غير التاني. دلوقتي هضيف حوالي اقل من ربع كوبايه من الزيت اهو. زي ما احنا شايفين ما تكتروش الزيت يا جماعة. بص احنا كده عجننا العجينة خلاص، بس تاخد مني مجهود شوية بعد ما حطيت الزيت. فانت لو عايزة تحطي الزيت في اول المقادير قبل ما تعجني يعني برضو حطيه عشان ما ياخدش منك مجهود. كده العجينة ملمسها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بتلزق شوية، بس اتلمت معايا برضو بمعلقتين الزيت اللي حطيتهم. يعني كل لما بنخلي العجينة طرية الفينو بيطلع طري معانا وهش وجميل. يعني العجينة دي طرية وملزقة، ملزقة تلزيقة بسيطة. ويلا بينا بقى نشكل الفينو دلوقتي. دلوقتي انا هعمله على كرات بالحجم ده. طبعا الحجم تعمليه الحجم اللي يريحك، تصغري منه شوية او تكبري، تمام. بس دهني الحاجة اللي هتحطي فيها زيت علشان الكرات دي ما تلزقش، عشان زي ما قلت العجينة يا جماعة طرية وملزقة تلزيقة بسيطة. كده انا عملته بالحجم ده، انت ممكن تصغري او تكبري براحتك. كده بقى هكورهم كلهم كده بنفس الطريقة، وهسيبهم يرتاحوا شوية، وبعدين ايه هشكلهم بقى على شكل رغيف الفينو. كده الكرات جاهزة معايا يا جماعة، وهاخد اول كرة دلوقتي. زي ما احنا عارفين بناخد اول كرة عشان بتكون ارتاحت. دلوقتي هشكله بقى رغيف الفينو زي ما احنا شايفين كده. بصوا سهل جدا يا جماعة، انا عايزاكي تجربي ان شاء الله حتى في كوبايتين دقيق والنتيجة ان شاء الله هتعجبك. حبايبي ومتابعيني بفكركم باللايك الجميل، وكل حاجة بتعملوها بصراحة معايا بتبقى جميلة جدا وبتفرحني، واحلى تعليقات وان شاء الله اللي ما اشتركش يشرفني وينورني بالاشتراك. وبشكر طبعا متابعين قناة مطبخ جوجو، بشكرهم بجد جدا، يعني هم الفضل دلوقتي لربنا وليكم. في اللي قناة جوجو وصلت له دلوقتي الحمد لله، انا راضية عن اي حاجة القناة وصلت لها، طبعا بفضل ربنا كله وبفضلكم. وادي يا جماعة الفينو اهو، نقفله تقفيلة كده كويسة من تحت عشان ما يفتحش. حاولي برضو ما تبالغيش في كمية الزيت اللي بتفرزي عليها، علشان الزيت ما بيخليهوش يلزق في الاخر. وادي رغيف الفينو يا جماعة، شكله جميل جدا بجد. يعني لما تعملي اي حاجة لاولادك في البيت بتحسي ان النتيجة كمان لما تطلع حلوة، بتحسي ان انت عملتي حاجة حلوة للاولاد وفرحتيهم ومليتي بيتك خير. يعني انا اقولك برضو ان احنا نشتري من بره كويس وكل حاجة، بس طبعا الحاجة في البيت بتفرحي بيها اولادك. وهعمل تاني واحد معاكم برضو عشان نشوف بقى، يعني اللي ما خدش باله اول مرة ياخد باله تاني مرة.
افرديه فرد حلو عشان يطلع معاكي كده من جوه قلب، وتحسي ان هو مورق كده وجميل. وهنعمل كمية الفينو كلها بنفس الطريقة. ونحاول ان احنا ما نلزقوش في بعض قوي، عشان عقبال ما يخمر بيتضاعف حجمه وما يلزقش قوي في بعض. وهتحضري ربع كوباية مية وفيها معلقة سكر، تدوبي فيها معلقة سكر وتدهني بقى الوش عشان وشه يبقى طالع حلو كده. نرص بقى جنبه التاني. الصاج ده يا جماعة خد الكمية كلها بصراحة، هو اكبر صاج عندي. وهعمل بقى تالت واحد كده برضو، وهرصه جنبيهم كده. عقبال ما نعمل الفينو بنكون مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة. الفينو بيحتاج درجة حرارة برضو مرتفعة علشان ما ينشفش ويبقى طري كده وهش وجميل. اهم حاجة تكوني مشغلة الفرن وانتي بتعملي الفينو كده، وانتي بتقطعيه تشغلي الفرن قبلها بربع ساعة كده او 10 دقايق. خلاص كده يا جماعة خلصت، وهعمل الباقي دلوقتي مع نفسي عشان ما اطولش عليكم بس. وهخلص كمية الفينو كلها بنفس الطريقة، وهوريكم في الاخر شكلها ايه قبل ما تخمر وبعد ما خمرت شكلها ايه برضو. يعني طريقته سهلة يا جماعة جدا، كنت تجربيها في كوبايتين دي زي ما قلت لكم. تمام كده. وادي الفينو كله اهو يا جماعة بعد ما خلصته. هبتدي بقى ادهنه بمعلقة سكر ومعلقة مية، ادوبهم في بعض كده ويدوب بس هلمع وشه كده، حاجات بسيطة. حاولوا ما تنزلوش المية في الصاج عشان ما تتحرقش. لو عندك سمسم حطي، لو ما عندكيش خلاص كده حلو برضو. كان عندي سمسم دلوقتي هضيفه على الوش. هتسيبيه بقى يخمر براحته. في الحر يا جماعة ما بياخدش وقت في الخمران، اما في الشتاء طبعا بياخد وقت. خلاص كده خلصنا بقى الفينو كله كده ودهناه. دلوقتي ضفت له السمسم بالشكل ده، شكله حلو جدا يا جماعة. وهوريلكم بقى بعد ما خمر الفينو حجمه تضاعف بقى شكله ايه. دلوقتي هتغطيه وتسيبيه بقى يخمر براحته. بعد ما خمر اهو يا جماعة بصوا تضاعف حجمه بالشكل ده. كنت مولعة الفرن بقى على درجة حرارة 260. وادي يا جماعة الفينو بعد ما دخل الفرن شكله جميل جدا اهو، اسفنجي وتحفة قوي، بس هو لسه سخن. وجبت فرشة كده ودهنته بالمية علشان بس يطرى كده وتغطيه. هيرد درجة الحرارة بتاعته، هترد وهيبقى كله طري. عشان ممكن برضو لو عندك بخاخة متخصصة كده للمخبوزات ترشيه كده بالبخاخة وهيرجع يطرى تاني برضو. اما انا ما كانش عندي بخاخة رحت عملته بالفرشة بقى زي الفل برضو. بصوا يا جماعة بجد شكل الفينو حلو قوي. بصوا طري ازاي، ولسه كمان كل ما تسيبيه هيطرى اكتر. لازم تغطيه برضو. وده شكل الفينو يا حبايبي. يا رب الطريقة تكون عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم. بفكركم باللايك الجميل والتعليقات، وتشيروه لحبايبكم واخواتكم عشان الكل يستفاد. وده يا حبايبي بصوا شكل الفينو من جوه اسفنجي كده وجميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه ولو في كمية بسيطة زي ما قلنا. ادي يا جماعة الفينو بصوا طري جدا. انت كل ما تطري العجينة زي ما قلتلك هتاخدي نتيجة كويسة جدا. بتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.